بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هعمل كشري، يا رب يعجبكم بطريقتي بقى ان شاء الله. وعايزاكم تدعموني وتعملوا لي لايك وتشجعوني بقى عشان دي لسه اول فيديو، واتمنى ان هو يعجبكم بالطريقه بتاعتي. بصوا بقى الحاجه اللي معايا مقاديرها ايه. عندي هنا ده نص كيلو طماطم مضروب في الخلاط عصير، وهنا عندي بطارية كبيرة مقطعة جوليان، وعندي كوباية شعرية وكوبايتين رز وكوباية عدس. انا عاملة المقادير دي تعمل هو مثلا من 3 اطباق ل4 اطباق. وعندي مكرونة الاسباجيتي، وعندي مكرونه اللي هي سوست. ما كانش عندي مكرونه صغيره فقلت مش واقف الدنيا، يعني انا ما عنديش مش هعمل يعني، فهمشي باللي موجود. فانا عملت بالمكرونه السوست مع المكرونه الاسباجيتي، وان شاء الله تبقى كويسه. بس وتعالوا بقى عشان اوريكم بقى نعمل باقي الحاجه ازاي، وفي التكايه بتاعتي بقى اللي هي يا رب ان شاء الله تعجبكم بالطريقه بتاعتي، وهوريكم بقى انا بعمل ايه. تعالوا معايا بقى نشوف الحاجه على البوتاجاز. وهنا بقى هنحط الزيت للبصل، بس هنكتر شويه عشان في تكايه كده هقول لكم عليها في الفيديو. احنا مش هنقلي البصل في طاسه زيت ونعمل زي ما العادات القديمه دي، هنعمل تكات كويسه كده زي المحلات، وان شاء الله تعجبكم. هستخدم الزيت ده للبصل اهو. وهنا هحط الملح للمكرونه، وهحط شويه زيت كده عشان المكرونه تبقى مفلفله وحلوه متبقاش معجنه من هنا. وهنزل المكرونه اهو، اقلبها كده. والبصل وخلي يديك فيها شويه. بصوا البصل اهو يتحمر جميل. خلي بالكم ما تخلوش يتحرق قوي عشان ميبقاش مر. انتوا لو طلعتوه دهبي شويه وسبتوه على حاجه كده لحد ما تخلصوا باقي العمايل الاكل وكده هتلاقوه ناشف، يعني متفكروش ان هو هيفضل طري يعني. والمكرونه عشان ما تعجنش نقلبها كويس. هسلق المكرونه واحمر البصل وارجع لكم تاني. وهنا بصوا البصل اتحمر اهو وبقى حلو. هنطلعه بقى على المنديل كده ونسيبه ينشف. اهو زي الفل. نفرده كده عشان ينشف تمام. وهنا هاخد حبة زيت، هقول لكم ايه دلوقتي. هاخد حبة زيت في الطبق كده، هقول لكم ايه. اهو وهنزل بالشعرية.
هي تكات بسيطة بس بتخلي الطعم كويس جدا، وعامل زي محلات الشارع بالظبط يعني. نعمل منه شوية. وهنا بعد ما الشعرية اتحمرت، انا عايزاها متحمرة كويس قوي كده، مش عايزاها تكون فاتحة خالص. تمام. هنزل عليها بالرز المغسول كده. تمام. تمام. لازم يكون الشعرية متحمرة كويس عشان تخلي الرز شكله كويس كده، وما يكونش فاتح قوي عشان يبقى زي بره بالظبط. هحط له بقى واحدة ماجي عشان تحسن من طعمه كويس جدا. تكات بسيطة بس بتفرق جدا في الطعم على فكرة. حبة ملح، وسنة كمون بس، مش هحط اكتر من كده. واقلب بقى فيه شويه. عايزه الرز يتغلغل مع الزيت كويس عشان ما يعجنش مني. حمري بقى شويه كده كويس لحد ما ميه العدس تغلي، عشان هسقي الرز بميه العدس اهو. اهو حتى لو في عدس نازل منه مفيش مشكله، انا عادي بنزل معاه شويه عدس كده، والباقي بخليهم بحطه على الوش عادي. يعني لو نزل منك شويه عدس فيه مع الميه وانت بتسقي منه مفيش اي مشكله خالص اهو. هي واخد بقى طعم العدس كده، ويبقى غامق كده، ويبقى طعمه جميل جدا وريحته حلوه قوي اهو. بقى كويس جدا والميه مظبوطه وطعمه جميل جدا على فكره. بس هغطي بقى عليه واسيبه يستوي. وعندي المكرونه استوت وغسلتها اهي. المكرونه هي زي الفل جميله، مش معجنه خالص وحلوه قوي اهي. والبصل بصوا، والبصل نشف، سامعين؟ حلو جدا وحلو اهو. تعالوا بقى اوريكم الصلصه هعملها ازاي. التكه بقى جميله جدا، ريحتها اصلا بتبقى عامله كأنك جايبه اصلا كشري من بره، وهي دي بتفرق قوي على فكره. فتعالوا بقى معايا اوريكم عملها ازاي. بصوا بقى التكه اللي كنت قايله لكم عليها، الزيت ده اللي انا كنت شايلاه معاكم اللي كنت محمره فيه البصل، هحمر فيه الثوم بتاع الصلصه، واخد منه حبه كده احطهم على المكرونه كمان اهو، عشان تبقى مفلفله وكويسه مش معجنه، ويكون فيها الطعم بتاع البصله كمان. تمام. احط معاكم هنا نص معلقه توم اهو. دي الصلصه، عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. بصوا حاجات بسيطه بس بجد بتفرق جدا وجميله قوي. ولسه كمان في تكايه تانية اقول لكم عليها برضو.
يعني عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي، يعني مش ببالغ بجد، بس هي فعلا ريحتها حلو جدا اهو. والمكرونه هي بعد ما حطيت فيها الزيت اللي كنت محمره في البصل، ريحتها حلوه جدا وما شاء الله مش معجنه خالص. طماطم اهي، اهي بصوا ريحه الزيت بتاع البصل مع الثوم، ريحتها حلو جدا جدا جدا. بصوا ريحتها جميله جدا، مش مستاهله كمان ان انت ممكن تحط لها توابل كشري والكلام ده. لو انت عندك وحابه تحطي مفيش مشكله حطي، ما عندكيش ريحه الزيت بتاع البصل مع الثوم دي كفايه، يعني بتديكي ريحه الكشري جامد جدا وريحته قويه قوي وجميله، تغنيك عن اي حاجه تانية ممكن تحطيها. تمام. وحطي في الصلصه برضو واحده ماجي تاني، ما تبخليش على نفسك انت اللي هتاكلي. اهي حلو. ما عندكيش مفيش اي مشكله، هو الملح والكمون بس. حماتي قالت لي نفسي اكل الكشري، قلت ومال نعمل احلى كشري دم الغالي يعني، يا رب يكون عجبكم. دي اكتر طريقه انا بحبها للكشري، حبه كمون بس، هو شويه ملح وشويه كمون وخلاص. يعني مش قادره اقول لكم ريحته حلوه ازاي. وادي عملنا احلى كشري، والرز كمان اهو ما شاء الله. بصوا بصوا مفلفل ازاي، شايفين مفلفل ازاي وجميل. بصوا حلو جدا وريحته جميله قوي قوي يعني اهو. هنحطه على نار هاديه. كنت قايله لكم هقول لكم على تكايه كده في اخر الفيديو. بصوا دول حبه بصل فرقتهم كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين كده، واحطهم في قلب الصلصه. تمام. بصوا هي حاجه بسيطه قوي زي ما قلت لكم بس بتفرق اهو. حاجات حلوه قوي وجميله، بتودي الطعم معانا في مكان جامد جدا كاننا قاعدين في المحل بالظبط، يعني مش هتفرق عن بره كتير. وهنا انضف كمان في البيت، حاجه مضمونه انت عاملاها ومتاكده من نظافتها ومن حاجتها. وكله بيقول ان بيحب الكشري بتاع بره مش زي بتاع البيت والكلام ده. لو عملتوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا وتحبوها قوي، مش هتبطلوا انتوا تعملوها بالطريقه دي. بس تعالوا بقى اوريكم طريقه الدقه بتاعتي اللي انا بحبها. هنا عندي في البوله دي كوبايه ميه، ودي طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره عادي خالص اهو، ودي ليمونه، ليمونه تكون كبيره كده حلوه. تمام. واحط كمان شويه ملح اهو، كمون بقى لان دي اهم حاجه عندنا اصلا في الدقه الكمون اهو، كتير شويه بس هيوديها في حته تانية خالص يعني.
وسنة خل. تمام كده. دي طريقتي اللي انا بحبها في الدقة، جميلة جدا، عاملة زي بتاعت المحلات بالظبط، طعمها حلو قوي قوي يعني. جربوها مش هتندموا، هتحبوها قوي. يعني بصوا جميلة ازاي وحلوة ازاي. بصوا هنا بقى بعد ما خلصت، بصوا بصوا الجمال، بصوا حلو ازاي، حلو جدا. بصوا الرز عشان سقيته بميه العدس، انا سبته هنا حطيته على المكرونه من فوق في الطبق ده عشان اوريكم اللون بتاعه. بصوا عامل ازاي، ده مش بس لونه حلو، لا وطعمه كمان اجمل بكتير طبعا، وريحته بجد كأنه كشري بتاع المحلات بالظبط، واوفر بكتير، بدل ما تجيبي بره العلبة 30 و40 وكده. اهو حاجات بسيطة جدا، حاجات تمن ورباع، واقل من نص كيس رز، واقل من نص كيس مكرونة، تعرفي تعملي اكتر من كذا طبق، كميات كبيرة ونضيفة وحلوة مع عمايل ايدك. وما تستخسريش في نفسك حاجة يعني، ظبطي الدنيا كده وحطي كل حاجة بطريقة كويسة. بصوا بصوا الدقة جميلة ازاي، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. بصوا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك، الكومنتات، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه جديده ممكن اعملها. يلا باي باي بقى، واستنوني في فيديو جديد.